السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. ليه الصابون ده لونه غامق للدرجه دي؟ ايه هي الاضافه اللي احنا حطيناها النهارده في الوصفه طلعت معانا الصابون غامق قوي كده؟ طب بس على فكره هو كل ما بيقعد بيفتح، يعني ممكن اللون يفتح اكتر. شايفين هو من ناحيه لون ومن الناحيه التانية لون تاني، فعشان كده بقولك ممكن اللون يفتح. قبل ما ندخل في تفاصيل الوصفة، يعني عايزة أرجعكم لورا شوية كده، يعني مش من بعيد، فيديو عملناه مش من بعيد يعني قريب. الصابون اللي احنا عملناه بالبيض، فاكرين الصابونة اللي احنا حطينا لها بيضة؟ الوصفة دي كانت صاحبتها اسمها نونة إيلون. هي نفس صاحبة وصفة النهاردة، بس هنعمل ايه بقى؟ هي مسمية نفسها المجنونة. ممكن في البيض يعني كانت شطحت شويه، لكن الصابون بالفاكهه في انواع صابون كتير قوي، بالبرتقان وبالجزر وبالبنجر وحاجات كتير. موز وقشر تين شوكي عادي، لكن الكتب البيضه دي هي اللي غريبه شويه. عشان كده عندنا النهارده شويه اسئله للنونه، ويا ريت تكون حاضره معانا في الفيديو وحاضره معانا في التعليقات وتجاوب على الاسئله هي بنفسها، سواء الاسئله بتاعتي انا اللي هقولها في الفيديو او اسئله اخواتها المتابعين. طبعا انا خدت صبع موز بحاله كده على بعضه، وخدت قشرة تين شوكي، قشرة حبة واحدة بس، وحطيت عليها معلقة صغيرة من الملح الخشن لو موجود، أنا كان عندي ناعم، وحطيت معلقة كربوناتو، وحطيت معلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة من ملح الليمون، وكوباية مية. بس أنا عايزاك تخليها يا إما 3/4 أو تلتين بس كفاية، عشان هتلاقي سوائل كتير في صابون النهاردة وهوريهولك دلوقتي. بعد كده هتضربيهم كويس قوي في الخلاط، تنعميهم جدا زي ما انت شايفة كده، وتصفيهم بمصفى حرير. مش عارفه هي دي بقى حرير ولا هي دي اللي كانت موجوده عندي وانا اشتغلت بيها والحمد لله ادت الغرض يعني. حاولي بقى تعصري عشان تاخدي الخلاصه كلها. وزي ما انت شايفه كده لونها غامق، علشان طبعا الموز بيبقى فيه نسبه كبيره من الحديد، وبرده التين الشوكو فيه نسبه من الحديد، فعشان كده اللون غامق. هناخده بقى نحطه نجمده كده في الفريزر. بتهيألي لو كنا اديناها عصرة ليمون كان اللون ممكن يبقى افتح شويه. بعد ما يتجمد معاكي زي ما انت شايفه كده، هتبتدي تحطي على التلج ده الصودا الكاوي. احنا النهارده هنشتغل بمجموعه زيوت، مجموعهم في الاخر كده كوبايتين. محتاجين 4 معالق من الصودا الكاوي، هنضيفهم على وش التلج من فوق، هيبتدي يسخن ويفك معاكي سنه بسنه. كل اللي عليك تحركي بس الصودا، وهي هتسخن التلج وتفك. قلبي بقى براحتك اول ما تفك، وبعد كده هنركنها شويه عشان بقيه الكوبايه من تحت تلج زي ما انتم شايفين كده. فهنسيبها حبه جنبنا ونحضر ميكس الزيوت اللي هنشتغل بيه النهارده. معانا زيت جوز الهند، ومعانا زيت خروع، بس انا ما كانش عندي زيت خروع فانا اشتغلت بزيت زيتون. انت لو هتنفذي الوصفه دي يبقى تشتغلي بزيت زيتون، قصدي بزيت خروع، وملح خشن عشان اشتغلت بملح ناعم. حوزن 50 جرام من زيت الزيتون و50 جرام من زيت جوز الهند، يعني 100 جرام ميكس ما بين زيت الخروع الاساسي في الوصفه وزيت جوز الهند. بعد كده معايا زيت مستعمل عادي، بس يكون زيت منقوع فيه قشور موالح. انا بشتغل معاكي بنفس الخطوات اللي هي كتبتها لي في التعليق ونفس الاضافات. انا زودت على الوصفه اضافتين 2 بس من عندي، هقول لك عليهم في وقتهم. كملت على ال100 جرام زيت مستعمل عادي، وهاخد كمان كوبايه، يبقى انا معايا كوبايتين، ومعايا 4 معالق من الصودا الكاويه، ومعايا الميكس اللي انا ضربته في الخلاط وضفت عليه الصودا وقلبته. طبعا لسه التلج من تحت فاضل جزء منه، هقلب كده الكوبايه كلها في البوله واقلب تقلبتين، نص دقيقه بس هتلاقي التلجه دي دابت كلها وفكت وبقى ميه سايبه عادي. هنزل بيها بقى، هنزل عليها بالزيت او العكس مفيش مشكله، وهتقلبي لحد ما يبتدي القوام يتقل معاكي. لحد هنا انا اشتغلت بكل الاضافات اللي هي قالت عليها. خلاص انا ابتدي بقى اضيف الاضافات اللي انا حاططها من عندي، مش كتير، هم اضافتين موجودين عندك ان شاء الله باذن الله. انا هنا بستعمل مضرب لان حسيت ان في جزء من الالياف اللي موجوده في العصير اللي احنا عملناه في الخلاط باينه في الصابون وواضحه، فانا استعملت مضرب عشان يفككها من بعضها. اول الصابون ما ابتدى يتقل هضيف كيس من اكياس الفانيليا اللي هي منكهه بريحه البرتقال، وبعد الصابون ما يبتدي يدخل على اثر هضيف الكيس التاني، هرش كده على وش الصابون عشان ما يكتلش، وهقلب لحد ما اوصل لاثر. فاضل اضافه واحده بس اللي انا هزودها على الوصفه، وهي معلقه واحده بس من الشاور جل عشان نطمن على رغوه الصابونه. احنا حاطين معلقه سكر في الاول، وادي معلقه واحده بس من الشاور، وهنقلب لحد الصابون ما يبتدي الاثر بتاعه يظهر، نصبه في القوالب. وكده خلصنا الوصفه. فاضل بقى الاسئله اللي هنسالها لاختنا نونا إلون. انت ليه حطيتي بيض في الصابون؟ كان ايه الغرض من اضافه البيض؟
والنهارده اشتغلتي بالفاكهه، بالموز وبالتين الشوكي. طب دي احنا عارفينها وشفنا صابون كتير بالفواكه. هل الصابونه دي انت عاملاها بالاضافه دي عشان ريحه الزيت، ولا انت عامله الصابونه دي لشعرك مثلا او للاستحمام؟ يا ريت تقول لنا على النقطه دي. وبرده ما تنسيش تقول لنا ليه حطيتي بيضه على الصابون اللي احنا عملناه قبل كده. انا عارفه ان الاسئله دي هي اللي هتدور في ذهنكم، عشان كده انا بوجه لها الاسئله دي، واتمنى انها تكون حاضره معانا وتجاوب عليها هي بنفسها. كوبايتين الزيت اللي احنا عملنا بيهم وصفه النهارده مطلعين عدد 6 قطع، حجمهم حلو قوي. القطعه الصغيره الاخيره دي ما تتحسبش بقى. في قطعه كمان وانا بنقل الصينيه وقعت مني، فحصلت لها حادثه طبعا، اتعورت تعويره جامده، عشان كده احنا هناخدها نجرب بيها الرغوه. المهم ان احنا معانا 6 قطع ريحتهم حلوه قوي وحجمهم معقول ما شاء الله، من كوبايتين زيت باضافه جديده ممكن تجربيها حتى لو من باب الفضول. ولو انتوا عاجبكم الوصفات اللي بالنوعيه دي اكتبوا لي رايكم في التعليقات، نكتر منها ولا نكتفي بالوصفه دي واللي فاتت ونعمل صابون بلدي من اللي احنا متعودين نعمله مع بعض باضافاتنا العاديه. انا هستنى رايكم في التعليقات. شايفين بقى كميه السوائل اللي تحت في الصابونه دي وكانت على الوش في الاول من شويه، علشان كميه الميه اللي احنا دوبنا فيها الصودا كتير بالنسبه لكميه الزيت. كوبايه كامله كتير، يعني انت في المعقول كده حطي تلتين كوبايه او 3/4 كوبايه، الربع اللي هتنقصيه ده او التلت هيفرق معاكي قوي. هنفرغ القوالب وهنعرض الصابون ده لتيار هوا عشان ينشف، وهو هينشف معاكي ويعضم عادي، بس هتلاقيه يعني مش بيرن رنه زي رنه الصابون البلدي العادي، لا رنته مكتومه شويه عشان الالياف اللي في الصابونه، زي ما كانت بالظبط. الوصفه بتاعت صابونه اللي احنا حطينا فيها البيضه كانت نفس الرنه دي. انما الرغوه تحفه والريحه حلوه والكميه معقوله والنتيجه يعني ممتازه. اكتبوا لي بقى رايكم في الوصفه، وما تنسيش برضو تشكروا اختكم وتدعوا لها اللي هي بتشاركنا بافكارها، ممكن نطلع منها بفكره مفيده تنفعنا وتفرق معانا في تصنيع الصابون البلدي، لانها بتقول انها لما عملت الصابونه بالاضافات دي وشافت النتيجه النهائيه كانت متهيأ لها تاكل الصابونه من كتر ريحتها ما حلوه. انا طبعا يعني خدت كلامها برضو وقلت يعني اعتمد على نفسي برضو وازود حاجه تضمن ان الريحه حلوه في الصابونه، فعشان كده حطيت اكياس الفانيليا، لكن هي كانت بتاكد ان ريحتها حلوه من غير الاضافه دي.